أهلا بيكم في قناة مارل مير. ودي حلقة رعب جديدة حصلت بسبب لعبة دوريتوس. وتعالوا نسمع إيه اللي حصل بالظبط الليلة دي. في ليلة من الليالي كنا في بيت صاحبنا سامر. كان عندنا 13 سنة وبنحب قوي ألعاب الفيديو. سامر كان هو الوحيد اللي عنده جهاز بلاي ستيشن، فكنا بنروح بيته كتير. في اليوم ده أبو وأم سامر كانوا خارجين يحضروا فرح ومش هيرجعوا غير متأخر بالليل. بالنسبة لنا كانت الفرصة علشان نجرب لعبة الرعب الجديدة من دوريتوس. اللعبة دي كانت نزلت على الإنترنت كدعاية لطعيمة دوريتوس القديمة اللي كانت موجودة بس لفترة صغيرة قبل ما تتسحب من السوق. فيها عيال في مدرستنا جربوا اللعبة والكلام عنها انتشر بسرعة عشان كانت مرعبة بجد. كنا متحمسين جدا واحنا متجمعين في الصالة في بيت سامر متشوقين نجرب اللعبة. كنا 7 قاعدين على الكنبة ونور الكمبيوتر كان على الحيطة والدنيا ضلمة. سامر دايما كان متوتر شوية، بس في الليلة دي كان متوتر أكتر. عيونه بتتحرك بسرعة كأن في حاجة هتطلع علينا، واللعبة كانت بتشتغل. سامر بيهمس لنفسه دي مجرد لعبة. تجاهلت ده وبدأنا نلعب. اللعبة كانت مرعبة بجد أكتر مما توقعنا. كانت بتلعب بعقولنا، بتمزج بين عالم اللعبة والواقع. في مستوى معين ظهر شبح ست بتصرخ، وأعتقد إن دي كانت القشة الأخيرة لسامر. فجأة وقف اللعبة وإيده بترتعش. شايفين ده؟ الظلال بيراقبونا. همس بصوت مفتوح. ضحكنا فاكرينه بيتصرف بغرابة. مع تقدم اللعبة وزيادة خوفنا، تصرفات سامر بقت أكتر اضطرابا. كان بيترعش مع كل صوت وعيونه بتوسع. دول هنا، همس فجأة خلانا كلنا نتفزع. دول هنا عشاننا. اهدى يا سامر، دي مجرد لعبة. حاولت أهديه. لا يا أحمد، أنت مش فاهم، صرخ سامر. دول مش في اللعبة بس، دول كمان في الأوضة دي، عايزين يسحبونا لعالمهم. حاولنا نهزر ونضحك، لكن فجأة سامر دخل المطبخ. سمعنا الأدراج بتفتح وحاجات بتقع. هو بيعمل إيه؟ سارة سألت. ممكن يكون بيحاول يخوفنا، رد مروان. سامر رجع وماسك سكاكين المطبخ، عيونه شريرة وغريبة. بلغوني أعمل إيه؟ عرفت إني لازم أقتلكم عشان أحمي نفسي. الكراسي انقلبت وبدأنا نصرخ. سامر بيجري ورانا وإحنا بنهرب منه. سامر ما كانش في وعي، مش شايف إن إحنا أصدقائه، لا إحنا بالنسبة له تهديدات. بدأ يصرخ زي المجنون، كان متعصب ويخوف وهو بيطاردنا بالسكاكين الحادة. لما وصل لمروان عرفنا إن ده عمره ما يكون هزار أبدا، ومروان حاول يدافع عن نفسه بإيده، لكن سامر عوره. دم مروان بقى في كل حتة والكل بيصرخ. استخبيت ورا الكنبة خايف قوي. سمعت سامر بيقول مش هتقدروا تهربوا مني، لازم أعمل ده. دي الطريقة الوحيدة علشان أكسب اللعبة. اقتلهم كلهم، اقتلهم كلهم. حاولت سارة بشجاعة تتكلم معاه. سامر أرجوك حط السكاكين، إحنا أصحابك. لكن توسلاتها ما كانش ليها فايدة. هجم عليها سامر بيلوح بالسكاكين. صرخت وهي يتقع لورا ماسكة في وشها. بصيت لقيت جرح على عينها الشمال لغاية رقبتها. عرفت إن لازم أعمل حاجة. دخلت المطبخ بسرعة. كانت خطتي لقاء حاجة أدافع بيها عن نفسي أو حاجة أربط بيها سامر. لقيت طاسة، إيدي كانت مليانة عرق من الخوف. لفيت لقيت سامر. أحمد. سامر بينما يسأل ليه بتعملوا كده؟ انتم كنتم من الأول في فريق الأعداء، مش كده؟ مش إحنا يا سامر، دي اللعبة، بتلعب بعقلك. صرخت آملا في إنه يفوق. وقف شوية وفجأة رجع تاني للأوهام وهجم علي بسكاكينه. لوحته بالطاسة بكل قوتي وضربته على رأسه. سامر كان هيقع. في اللحظة دي مسكت كل حاجة وقعدت أرميها عليه. موز، لبن، كوبيات. ما كانش عارف يصلب طوله. السكينة دخلت في علبة اللبن اللي رميتها ناحيته، والعلبة اتخرميت واللبن وقع منها. حاول سامر يجري ورايا لكنه اتزحلق في اللبن واتخبط في سن المطبخ. رميت الطاسة من ايدي وسمعت صوت سرينة. حد أخيرا اتصل بالشرطة وقبضوا على سامر. أبو وأم سامر رجعوا البيت، لقوا الدنيا مقلوبة، دم على السجاد والحيطان، وابنهم مقبوض عليه من الشرطة. زرنا سامر في المستشفى، كان تحت الرعاية. ما كانش فاكر الليلة أي حاجة. وشه كان باين عليه الذهول ومش قادر يصدق لما حكينا له اللي حصل. حسينا إن احنا خسرنا جزء من صاحبنا في الليلة دي. في النهاية، لو عجبتك القصة ما تنساش تحط لايك للفيديو،
تكتب تعليق في الكومنتات يشجعني أكمل، تعمل اشتراك للقناة وتشغل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا سلام من غير باي.